في سوق المتعة الحرام السري. تخيل معايا أم تبيع بنتها الوحيدة على النت مقابل فلوس كتير، والناس كلها مصدومة. القصة دي حقيقية، بس اللي حصل بعد كده هيخليك تقول يا نهار أبيض. اللي هتسمعه وتشوفه ده حصل بالفعل. تعالى. بداية الأحداث في يوم 15 أكتوبر 2024 في حارة شعبية هادية في منطقة اسمها المناخ ببورسعيد. كانت ست اسمها فاطمة الشرقاوي 38 سنة قاعدة في بيتها المتواضع. فاطمة دي كانت أرملة بتربي بنتها الوحيدة نور، بس الناس في الحارة كانت بتحب نور عشان كانت دايما بتضحك في وشهم. المفاجأة الأولى، فاطمة فجأة نزلت بوست غريب جدا على جروب فيسبوك سري مشبوه اسمه سوق المتعة الخاص. الجروب اسمه كده، سوق المتعة الخاص. جروب مغلق مقفول بيضم ناس غنية جدا ومشتبه فيهم. البوست كان عبارة عن بنت نور جميلة جدا وصغيرة وعذراء عايزة بيعها لليلة واحدة بس. السعر 200,000 جنيه والدفع كاش. الناس اللي شافت البوست اتجننت، بس محدش بلغ الشرطة في الأول عشان الجروب كان سري ومليان تهديدات. تطور الأحداث مفاجأة غريبة جدا. بعد يومين بس واحد غني من القاهرة اسمه كريم البرنس. كريم ده رجل أعمال معروف بصفقاته المشبوهة. اتفق معاها، قال لها هجيبها على فندق في الغردقة وهدفع 25,000 جنيه زيادة عشان أخليها تقعد معايا أسبوع. فاطمة وافقت بسرعة، وفي ليلة 18 أكتوبر راحت مع نور بنتها بالميكروباص من بورسعيد للغردقة. نور كانت خايفة وبتعيط، بس أمها قالت لها يا بنتي ده عشان نعيش حياة كويسة وهترجعي زي ما انت يعني. لما وصلوا الفندق حصلت المفاجأة التانية الكبيرة. كريم البرنس ما كانش لوحده، كان معاه عصابة صغيرة مكونة من 4 رجالة، وكانوا بيصوروا كل حاجة عشان يبيعوا الفيديوهات دي في الدارك ويب ويبيعوها للمواقع اللي بتدفع أرقام في الفيديوهات دي. نور اتخطفت جوه أوضة، وفاطمة قعدت بره بتاخد فلوسها وهي بتضحك. بس اللي محدش يعرفه إن نور مش بنت فاطمة الحقيقية. نور دي كانت بنت جارتهم المتوفية، وفاطمة كانت بتربيها من صغرها. والأغرب فاطمة كانت بتخطط للجريمة دي من سنة كاملة، عشان هي نفسها كانت ضحية إتجار قبل كده، ودلوقتي الأم هي اللي بتبيع. القضية دي خطيرة جدا، والجروب بتاع الفيس اتقفل فورا. النهاية الغير متوقعة بالمرة، الشرطة في اسم شرطة المناخ ببورسعيد تحت إشراف الرائد الضابط أحمد السباعي تلقوا بلاغ غريب جدا من واحد مجهول. يوم 22 أكتوبر 2024 داهموا الفندق في الغردقة وقبضوا على كريم البرنس والعصابة وفاطمة كمان. لما فاطمة قعدت في التحقيق قالت حاجة خلت الكل يقع من على الكرسي. أنا ما بعتش فاطمة، أنا كنت بعمل عملية شرطية سرية. أنا كنت متعاونة مع الضابط أحمد السباعي من الأول، ونور دي مش بنتي، هي شرطية صغيرة متدربة اسمها الحقيقي الملازم نور الدين. وكل اللي حصل ده كان تمثيل عشان نصطاد العصابة الكبيرة دي اللي بتبيع بنات في سوق المتعة على النت. مفاجأة النهاية الكبرى، العصابة كانت بتستهدف بنات قصيرات من محافظات كتير، وفاطمة الأرملة اللي الناس كانت شايفاها ضعيفة دي كانت بتضحي بنفسها وبتلعب دور الأم الشريرة من سنتين عشان تساعد الشرطة. نور الشرطية كانت بتسجل كل حاجة بميكروفون سري. القضية انتهت بالقبض على 12 فرد من العصابة، واتحكم عليهم بالسجن المؤبد في سجن بورسعيد العمومي. فاطمة ونور اتكرموا من وزارة الداخلية. يا جماعة الدنيا مليانة مظاهر، أحيانا اللي شكله شرير هو اللي بيحمي الخير، واللي شكله طيب هو اللي بيبيع الضمير. ما تتسرعش تحكم على حد من بره، لان القلب والنوايا محدش يعرفها غير الله سبحانه وتعالى. اللي بيضحي عشان غيره حتى لو شكله اجرامي هو البطل الحقيقي. سؤال للجمهور، لو كنت مكان فاطمة وكنت عارف انك هتضحي بسمعتك عشان تنقذ بنات كتير، كنت هتعمل زيها ولا كنت هتقول انا مالي؟ قول لنا رايك في التعليقات. السلام عليكم.